أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض واحدة من أشهر وألذ الأكلات الشعبية في مصر، وهي الكبدة الإسكندراني. كبدة طرية متبلة صح وطعمها هيخطف قلبك من أول قطمة، وكمان الفطار الرسمي لأول يوم عيد أضحى. تابعي معايا الفيديو للآخر علشان تعرفي الطريقة بالتفصيل. ولو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المكونات على طول. المكونات بتاعتنا معايا هنا كيلو من الكبدة البلدي المتقطعة شرايح وأنا مفرزاها شوية، وكمان 10 فصوص توم، وفلفل حامي بقى وفلفل بارد زي ما تحبي، طبعا العدد اللي انت عايزاه. انا بحب الكبدة تبقى سبايسي فمزودة العدد. ومعايا واحدة طماطم متقطعة قطع صغيرة، طبعا هتستغربوا بس تابعي معايا الفيديو علشان هعرفك هنعمل بيها ايه. ودي شوية دهون كده بتيجي مع الكبدة اسمها حلويات. انا هوريكم هنا الشرايح بتاع الكبدة. دي كبدة بلدي بس انا بحب اجمدها شوية علشان الروايح اللي بتبقى فيها. يلا بينا نبتدي. أول حاجة نقطع الخضار بتاعنا وننظم المكونات بتاعتنا علشان الموضوع يبقى سهل معانا وما تاخدش مننا وقت. أنا هقطع الفلفل البارد شرايح كده جوليان، وهقطع الفلفل الحامي، وهبشر التوم بتاعي كبدة يعني توم. الكبدة الاسكندراني مش بيتحط عليها بصل خالص. المكون الرئيسي ليها هو التوم، وكمان شوية بهارات مش كتير وتوابل بس بتنقل طعمها في حتة تانية. أنا هنا خلاص جهزت الخضار بتاعي وقطعته وجهزت كل حاجة. يلا بينا ندخل في مرحلة التسوية ونعرف ازاي التسوية تبقى مظبوطة. معايا صينية كده، أنا بحب بصراحة أسويها في صينية مفرودة علشان تبقى عاملة زي بتاع المحلات كده. زي اللي عارفين المحلات الشعبي. هاحط كمية من الزيت. الكبدة بتاخد شوية زيت زيادة شوية، مش باحب أعملها بالسمنة. هانزل أول حاجة بالدهون اللي هي اسمها حلويات بتكون مع الكبدة. هاسيّحها خالص وأفضل أقلّب فيها لغاية ما تسيح كده. دي زي بديل الليّة كده بالضبط، يعني لو مش موجودة مع الكبدة اللي أنتِ شارياها استخدمي الليّة، الاتنين نفس الطعم. هافضل أقلِّب فيهم كده لغاية لونهم ما يغيّر ويسيحوا معايا وينزّلوا كل المادة الدهنية اللي هي فيهم. مش بتاخد وقت خالص، إحنا هنسوي الكبدة على نار عالية. هافضل أقلِّب فيها لغاية لونها ما يبقى بالشكل ده. خلاص هي كده تعتبر نزّلت معايا كل الدهون ولونها اتغيّر. هاجهّز بقى الكبدة بتاعتي. الكبدة بتاعتي أنا باجيبها جاهزة من عند الجزار تكون متقطّعة، علشان أنا باحب أستخدمها مفرّزة شوية علشان الريحة. أنا باعمل إيه، أنا باحُط الكبدة هتشوفوني حاطاها في مصفى، لإن أنا ادّيتها شطفة واحدة تحت الحنفية. أول ما يعني تشطفيها بالمَيّة ممنوع خالص إن أنتِ تمسكيها بإيدِك. لو مسكتيها بإيدِك هتعمل زفارة وهتعمل ريحة مش حلوة. فأول ما تحطيها في المصفى وتحطي عليها شطفة مَيّة بسيطة خلاص، هي الكبدة بتاعتي متفرّزة نُص تفريز. أنا باحب أعملها كده بصراحة علشان باحس اللي هي بتبقى طازة أوي، ليها ريحة كده مش مستحبة. الكبدة ما بتتنقعش، الكبدة ما بتتبّلش، الكبدة مش بيتحط عليها لبن. كل الحاجات دي بتغيّر من طعمها وأصلًا مش صح. إنما الطريقة دي الطريقة الأصلية من أشهر حد بيعمل كبدة في إسكندرية. شايفين أنا باحطها كده في نُص الصينية ومش باقلّبها خالص لغاية ما تبتدي تفُك معايا ولونها يتغيّر. في الخطوة دي أنا ما حطيتش أي حاجة ولا توابل ولا أي حاجة. أول ما لونها يتغيّر هابتدي بقى أشوف هاعمل إيه. هنا مش بتاخد وقت على النار، بتفِك على طول. هاقلّب بقى فيها، هابتدي أقلّب علشان لونها ياخد اللون البني الفاتح الجميل ده. أنا في المرحلة دي مش حاطة أي حاجة، هي الكبدة والحلويات اللي موجودة على نار عالية. أول ما لونها يتغير معايا خالص طبعًا هاكون باشرة 10 فصوص توم، وهانزل بيهم أول حاجة على الكبدة. أيوه لازم التوم يبقى ني، ما ينفعش إن إحنا نحمّر التوم. تحمير التوم بيقلب معانا بطعم مختلف خالص. التوم بتاع الكبدة لازم يكون توم ني. هاقلِّب كده لغاية التوم بتاعي ما يختفي. أول ما يختفي هابتدي بقى أبهّر بالبهارات بتاعتي. أنا مش من مُحبّين البهارات الزيادة، يعني باحب أحس بطعم الأكلة الأصلي. هانزل بملح وفلفل أسمر ومعلقة صغيّرة من الكزبرة الناشفة وبس، يعني ما فيش أكتر من كده. أنا مُعتمدة على التوم والملح والفلفل
والكزبرة الناشفة بس. مش باحب بصراحة أزوّد في البهارات وأحط حاجات كتير ما لهاش لازمة، برّه مش بيحطّوا البهارات دي، وشوية ملح كده وخلاص. هانزل بقى بالطماطماية المتقطّعة صغيّرة بتاعتي، الطماطماية دي بجد بتنقل الطعم في حتّة تانية. أولًا بتشيل أي ريحة زفارة من الكبدة خالص، ثانيًا بتختفي ومستحيل تشوفيها بعد التسوية. أنا كل ده شغّالة على نار عالية علشان الكبدة بتاعتي ما تنزّلش مَيّة كتير، دي الدهون بتاعتها. آخر خطوة بالنسبة لي هي الفلفل الأخضر البارد والحامي، دي آخر خطوة بانزل بيها. الكبدة مش بتاخد 10 دقايق على البوتاجاز في التسوية، ما تزوّديش التسوية بتاعتها علشان ما تعضّمش منِّك كده وتشد وتبقى عاملة زي الكاوتش. الكبدة مش بيتحط لها مَيّة، مش بيتحط لها أي حاجة، هي بتستوى في الدهون بتاعتها وفي المادة الدهنية اللي إحنا حاطينها. أنا باحب بصراحة أخلّي يعني الفلفل يبقى طري شوية، فباوطّي النار في المرحلة دي وأروح بقى نعمل الطحينة لغاية الفلفل ما يدبل معانا شوية. هنعمل الطحينة مع بعض بطريقة سهلة خالص من غير زبادي ولا أي حاجة، هي الطحينة هانزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل وملح وفلفل أسمر وكمون وشوية بابريكا وشوية شطة، يعني المعلقة الصغيرة اللي هتشوفوها دلوقتي شطة على بابريكا. وهاقلّب بقى كل المكونات دي خالص لغاية ما تتقل معايا. أنا باحب أستعمل التوم الفريش، ممكن تستخدمي التوم البودر كبديل، بس الأساسي بصراحة التوم الفريش بيدّي طعم حلو. هاقلّبها كده وتتقل معايا وبعدين هاستخدم مَيّة فترة عادية خالص مش مَيّة مغلية ولا حاجة، وهافضل أقلّب فيها لغاية ما أضبط القوام بتاعها. أنا مش باضيف عليها زبادي ولا باضيف أي مكونات، شوية مَيّة وخلاص، كده القوام بتاعها معايا بقى جميل، وكده الكبدة بتاعتنا خلاص بقت جاهزة وزي الفل. شايفين ما شاء الله؟ أنا باحب أسيب يعني أسيب فيها كده شوية صوص كده جميل علشان يدّيها طعم حلو. ممكن بقى طبعًا تاكليها مع مكرونة، تاكليها مع رز أبيض. أنا هنا هاعملها مع ساندوتشات بصراحة، باحب الكبدة الإسكندراني كساندوتشات، غدا سهل وسريع وممكن عشا، ممكن أي حاجة، وطبعًا فطار أساسي أول يوم العيد، بندبح كده ونجيب الكبدة نعملها. هابِل كده الساندوتش بتاعي بالعيش الفينو بتاعي كده بشوية من الدهون، طبعًا علشان الدايت. هنعمل مع بعض أحلى ساندوتش كبدة إسكندراني ممكن تعمليه وممكن تجربيه، بجد والله جربي الطريقة دي تحفة. وبجد أنا عايزاكِ تجربي الطماطماية اللي أنا قُلت لِك عليها. هنعمل الساندوتش مع بعض، شايفين ما شاء الله شكلها تحفة إزاي. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا يالّا روحي اعملي لايك. بجد جمال تحفة، مستوية جدًا، مش مش عاملة زي الكاوتش كده، طعمها جميل، ما فيش فيها أي روايح غير مستحبة إطلاقًا. هانزل بقى بمعلقة كده من الطحينة، شوفوا بقى بتحبوا طحينة، بتحبوا تضيفوا ليمون، الليمون بيتضاف وقت الأكل، بلاش تضيفي ليمون في وقت التسوية علشان الطعم ما يغيّرش. يعني وقت الأكل لو بتحبي تضيفي ليمون، اعصري كده ليمون على الساندوتش وأنتِ بتاكليه. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة وبيشهي، شكلها رهيب جدًا. وده ساندوتش كده من غير إضافة طحينة للي مش بيحب الطحينة. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. هاستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفات جديدة. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، أشوفكم على خير، مع السلامة.